طريقتين في عالم المونتاج داخل السينما، وهما الجي كات والال كات. ايه دول؟ بيتعملوا ازاي او ليه اتسموا كده؟ هقول لك كل حاجه. اولا كده الجي كات اتسمت كده عشان على التايم لاين وانت بتشتغل بتكون واخده حرف الجي، والطريقه دي في المونتاج بتتم بطريقه مختلفه شويه. مش ان الصوت بيبدا مع الصوره، لا، ده الصوت بيكون سابق الصوره بكام فريم، دلاله وتاكيد على انه يخليك تستنتج ايه اللي ممكن يحصل في المشهد اللي جاي. زي كده مثلا: سبت معلمك ليه؟ دي دواخلك ما تستوقفنيش، رغم انك مفارق سيدك ومش راجع. انا لما حاولت انا ماليش سيد. اخدت بالك هنا الصوت ازاي بادئ قبل المشهد التاني ما يبدا؟ وهنا بيوصل لك ان خلاص ابراهيم ساب عبد الملك زرزور، وانت سامع في الخلفيه صوت المعلم سراج وهو بيقول له سبت معلمك ليه؟ او زي كده مثلا. انت سامع صوت الراجل وهو بيخبط على صدره من قبل ما المشهد التاني ما يبدأ.